عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنحل الدرس الثاني من الباب الرابع، واللي هو قطب الهيدروجين القياسي وسلسلة الجهود الكهربية. بسم الله ونبدأ بأول سؤال. بيقولك لديك فلز مجهول يتأكسد بفقد إلكترون واحد، أي من الطرق التالية تساعدك في التعرف عليه؟ أنا قلت لو أنا عندي فلز مجهول بوصله بقطب الهيدروجين القياسي اللي هو القطب المعلوم عشان أتعرف عليه، عشان عندي الهيدروجين بيساوي صفر. فبيقولك بناء خلية كهربية وقياس التيار الكهربي. أنا برضو كده مش هعرف مين الفلز المجهول، فألف غلط. تعيين مدى تغير حرارة الفلز عندما يتأكسد، لا برضو ملهاش علاقة. تعيين مدى قدرة الفلز على أكسدة أيون الحديد الثنائي إلى أيون حديد ثلاثي، لا برضو. بناء خلية كهربية يكون هذا الفلز أحد أقطابها مع قطب الهيدروجين القياسي، بالظبط عشان عندي الهيدروجين بيساوي صفر. فساعتها هعرف مين الفلز المجهول ده لما أوصله بقطب الهيدروجين القياسي. السؤال الثاني، التفاعل الكلي لخلية جلفانية جميع العبارات التالية صحيحة معانا. عايز الإجابة الغلط. أنا عندي الهيدروجين كان بصفر بقى بموجب واحد، يعني حصل له أكسدة، فبالتالي هو أنود. والنحاس حصل له كان موجب اتنين بقى صفر، يعني حصل له اختزال، فهو يعتبر كاثود. قطب النحاس يمثل الكاثود وقطب الهيدروجين يمثل الأنود، صح. قطب النحاس ده قلنا اللي هو الكاثود، فهو قطب موجب، صح. وقطب الهيدروجين الأنود يمثل القطب السالب، تمام. يسري التيار الكهربي من قطب النحاس الكاثود لقطب الهيدروجين، لا انا قلت ان الالكترونات بتتنقل من الانود للكاثود، من الهيدروجين للنحاس، فالاجابه عندي ج عشان هي اللي غلط. قطب الهيدروجين يحدث عنده اكسده، قطب الهيدروجين ده اللي هو الانود يحصل عنده اكسده، تمام، يبقى الاجابه عندك ج. السؤال الثالث، جميع العبارات التاليه صحيحه عن قطب الهيدروجين القياسي ما عدا. يستخدم في قياس جهود الاقطاب الاخرى بمعلوميه جهد الذي يساوي صفر، تمام. يعمل ككاثود خلية جلفانية عندما يكون الأنود من عنصر اختزاله القياسي أكبر، لا غلط. ليه؟ قالك هو هيكون أصغر عشان هو بيشتغل ككاثود امتى؟ قالك بيشتغل ككاثود لما يكون العنصر التاني جهد أكسدته أعلى من الهيدروجين، يبقى جهد اختزاله برقم سالب، يعني أصغر من الهيدروجين مش أكبر. تركيز أيونات الهيدروجين في محلوله يساوي 1 مولر، صح، ده اصلا من شروطه. جهده يساوي صفر ويرمز له ب SHE ستاندرد هيدروجين الكترود، صح، يبقى الاجابه عندك ب. هو عايز معدن. في الخليه التاليه ما التغيرات التي تحدث اثناء عمل الخليه؟ انا عندي الالكترونات ماشيه من الهيدروجين للنحاس، يبقى انا كده عندي الهيدروجين ده يمثل انود والنحاس يمثل كاثود، تمام. فانا بما ان اللي هو انود يعني ايونات الهيدروجين بتحصل ليها عمليه اكسده، اتش موجب اتنين هيدروجين عشان نوزنها زائد 2 الكترون، يبقى انا كده ايونات الهيدروجين عندي هتزيد، هيحصل لها تراكم فهتزيد، فبانها ايونات الهيدروجين هتزيد يعني تركيز البي اتش عندي هيقل. شوف الناحية التانية، النحاس حصل له اختزال لكالسيوناته، فهتزيد كتلة المهبط او الكاثود، فانا كده هستبعد ج وده عشان انا قلت ان تركيز ايونات الهيدروجين هتزيد، يبقى يزداد تركيز الهيدروجين، وقلنا كتلة المهبط هتزيد، فالاجابة عندك الف. شوف السؤال الخامس، لتحضير 250 ملي من الإلكتروليت المستخدم كمحلول في قطب الهيدروجين القياسي نحتاج إلى إذابة كمية من غاز كلوريد الهيدروجين في الماء كتلتها. هو عايز يحسب الكتلة. أنا عارفة إن التركيز هنا عندي بيكون ب1 مولر، والحجم مديهولك ب250 ملي، VA مديهولك ب250 ملي، يعني 25 من 100 لتر، تمام. هو عايز الكتلة. عدد المولات عندك بيساوي، اكتبها لكم هنا عشان تبان، عدد المولات عندنا بيساوي ايه؟ بيساوي التركيز في الحجم. انا عندي التركيز كام؟ انا عندي التركيز 1 في الحجم 25 من 100، هو عايز الكتلة، فانا هفك عدد المولات دي كتلة على كتلة مولية، هيساوي 1 في 25 من 100. الكتلة المولية عندي للهيدروكلوريك 1 زائد 35.5 يعني 36 نص. هنعملها على الآلة الحاسبة، نضرب طرفين في وسطين، 25% ب36.5، 25% ب36.5 تطلع معانا 925 من 1000. الإجابة عندك ج. الشكل الذي أمامك يوضح خلية جلفانية أحد أقطابها والخرسين، والآخر هو الستاندرد هيدروجين إلكترود قطب الهيدروجين، وبذلك يكون الرسم البياني الصحيح الذي يعبر عن العلاقة بين قيمة البي اتش لمحلول الحمض مع الزمن. هو عندنا هنا عارفين إن الخرسين هو الأكثر نشاطا من الهيدروجين،
يعني كده الخرسين عبارة عن انود والهيدروجين عبارة عن كاثود. يعني كده الانود ده كتلته بتقل وايوناته هتقل وتركيز محلوله هيزيد. طب وبالنسبة للهيدروجين قالك هو عبارة عن كاثود، يعني ايوناته هتقل، يعني تركيز الهيدروجين هنا بيقل. طالما تركيز الهيدروجين هيقل يبقى البي اتش هيحصل لها ايه؟ هتزيد. يعني انا هستبعد كده جيم ودال، هتزيد ودي هتزيد. فانا عايزه اعرف هل هنا كانت تحسها بادئه من 1 أو 2 وهنا بادئه من 0، فانا عايزه البي اتش، عايزه اعرف كانت بادئه من كام. فانا لو مسكت البي اتش عملت لها 1، هو تركيزه بكام؟ انا عندي التركيز بادئ ب1 مولر، فلو عملنا على الآلة لوغاريتم الواحد هيديني 0. يعني البي اتش لبداية التجربة كانت ب0 عشان التركيز كان ب1 مولر، وهتبتدي بقى البي اتش تزيد. فانا عندي الإجابة ب. سؤال 7. جميع العبارات التالية صحيحة عن قطب الهيدروجين القياسي ما عدا: يتغير جهده عن الصفر يعني تغير تركيز الهيدروجين عن 1 مولر، صح. يتغير جهده عن الصفر يعني تغير الضغط الجزئي عن 1 أتوم، صح. يعمل قطب الهيدروجين دايما ككاثود، لا طبعا غلط، مش دايما، ده لو توصل مع عناصر أكثر منه في الجهد اللي بتاعة الأكسدة هيكون كاثود. طب لو هو أعلى في جهد الأكسدة لا، بيشتغل أنود عادي. فالإجابة عندك ج. يستخدم كأنود في خلية المتكونة مع عنصر الذهب، أيوة عشان بيكون أعلى في جهد الأكسدة. سؤال 8. أي من أنصاف الخلايا التالية يعمل كقطب موجب عند توصيله بنصف خلية الهيدروجين لينتج تيار كهربي؟ نصف الخلايا التي يحدث لها عملية أكسدة قطب موجب يعني كاثود في الخلايا الجلفانية. طالما هنا قلنا ينتج تيار كهربي، يعني على طول خلية جلفانية مش تحليلية، عشان قلت التحليلية مش بينتج عنها تيار كهربي. يعني كده أنا عايزة الهيدروجين يكون هو الأنشط. ألف بيقولك يحدث لها عملية أكسدة يعني أنود، وأنا عايزة كاثود، فالإجابة غلط. نصف الخلايا التي ينتقل الإلكترونات منها نصف خلية الهيدروجين، الإلكترونات بتتنقل من الأنود للكاثود، يعني كده أنود وأنا عايزة كاثود، فالإجابة غلط. نصف الخلايا التي لها جهد اختزال أقل من الصفر، لأ كده أنود برضو. نصف الخلايا التي لها جهد أكسدتها أقل من الصفر، صح، فالإجابة عندك د. شوف سؤال 9. خلية جلفانية مكونة من قطب الهيدروجين وقطب الرصاص القياسي ذو جهد الاختزال اللي أقل من الهيدروجين، أي التفاعلات التالية يمكن حدوثها عند المهبط؟ جهد اختزال أقل من الهيدروجين يعني جهد أكسدته أكبر من الهيدروجين، يعني كده الرصاص عندي بيشتغل أنود، يعني بيحصل له أكسدة أو يحصل اختزال للهيدروجين. طالما قلنا هو عايز اللي بيحصل عند المهبط يعني اختزال، والاختزال يعني الإلكترونات قبل السهم، فأنا هو مش عايز الرصاص، هو عايز الهيدروجين، وهو اللي بيحصل عند المهبط الاختزال، فالاختزال يعني الإلكترونات قبل السهم، فالإجابة عندك ب. سؤال 10. جميع العبارات التالية صحيحة كلما زاد البعد في الترتيب بين فلزين من فلزات سلسلة الجهود الكهربية ما عدا. احنا قلنا كل ما البعد يزيد بتزيد معاها القوة الدافعة الكهربية، وتزيد قدرة العنصر المتقدم على انه يطرد العنصر المتأخر. تزيد قدرة الفلز المتقدم على طرد الفلز المتأخر، صح. تزداد قدرة الفلز الأعلى في جهد الأكسدة على طرد الفلز الأقل في جهد الأكسدة، تمام. تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بين الفلز المتقدم ومحلول الفلز المتأخر، صح. تزداد قدرة الفلز الأعلى في جهد الاختزال على طرد الفلز الأقل، لا طبعا غلط. الأعلى في جهد الاختزال مش بيطرد، لا، اللي بيطرد هو الأعلى في جهد الأكسدة مش الاختزال، يبقى الإجابة عندك د. لا يسلك الليثيوم في أي تفاعل تلقائي مسلك العامل المؤكسد، فأنا هشيل ج وهشيل د. ليه؟ عشان الليثيوم هو الأعلى واحد في السلسلة، يبقى هو العامل المختزل، يعني مستحيل يسلك مسار العامل المؤكسد. لأن جهد هو الأصغر مقارنة بباقي العناصر، لأن جهد اختزاله، يبقى الإجابة عندك ب. عشان هو عامل مختزل بيحصل ليه عملية أكسدة، فجهد اختزاله هو الأصغر، الإجابة عندك ب. شوف سؤال 12. العوامل المختزلة القوية، يعني طالما عوامل مختزلة قوية يعني بيحصل ليها عملية ايه؟ بيحصل ليها عملية أكسدة. تفقد الإلكترونات بصعوبة، لا دي أكسدة، يعني بتفقد الإلكترونات بسهولة عادي. تميل إلى اكتساب، لا أكسدة تميل إلى فقد. تحتل مقدمة سلسلة الجهود الكهربية، مظبوط. تحتل مؤخرة، لا أكسدة. 13. إذا أعطيت الفلزات التالية حديد نحاس خرسين ذهب فإنه يمكن معرفة ترتيبها في السلسلة الكهروكيميائية باتباع إحدى الطرق التالية، وهي إضافة ماء لكل منهما،
انا لما اضيف ميه هلاقي ان الخرسين والحديد هيحل محل الميه، لكن النحاس والدهب لا، مش هيحلوا محل الميه، فمش هعرف كده ترتيبهم، فالف غلط. اضافه حمض الهيدروكلوريك لكل منهما، نفس الكلام برضو، الخرسين والحديد هيحل محل الهيدروجين، لكن النحاس والدهب لا، فب غلط. اضافه كل منهما لمحلول ملح فلز الاخر، يعني ايه؟ يعني مثلا لو ضفت الحديد للخرسين هلاقيه مش قادر يحل محله، يعني كده عندي ان الخرسين هيكون انشط من الحديد. ولو ضفت الدهب للنحاس مش هيعرف يحل محله، بس لو حطيت النحاس ضفته على الدهب هيلاقيه يحل محله عادي، يعني كده النحاس انشط من الدهب. وده كده ترتيبه. اضافه كل منهما لمحلول عنصر اخر معلوم بقيمه جهد القياسي، يعني ايه؟ يعني لما بجيب عنصر مجهول بحطه مع قطب الهيدروجين القياسي عشان اعرفه، بس هنا اصلا مش مديني الهيدروجين، فغلط، فالاجابه عندي ج. سؤال 14. من خلال دراستك لسلسلة الجهود الكهربية، قال الاختيارات التالية صحيحة. أقوى عامل مؤكسد في سلسلة الجهود الكهربية، أقوى عامل مؤكسد هو الفلور على طول. طب مين بيحصل له اختزال بقى، الجزيء ولا الأنايون؟ قالك اللي بيحصل له اختزال هو الجزيء. ليه؟ أنا عندي جزيء الفلور F2 بيحصل له اختزال ويتحول ليه أناين فلور، فكده اللي حصل له اختزال هو الجزيء وليس الأناين. هستبعد ج وهستبعد د. انا اي اناين الفلور ده بيحصل له اكسده ويتحول لجزيء الفلور. اقوى عامل مختزل، اقوى عامل مختزل هو الليثيوم. انا عندي الليثيوم بيفقد الكترونات، يعني بيحصل له عمليه اكسده وبيتحول لكاتايون ليثيوم زي الالكترون، فالاجابه عندي عنصر الليثيوم الف. اضعف عامل مؤكسد اللي هو كاتايون الليثيوم، واضعف عامل مختزل اللي هو انايون الفلور، فالاجابه عندي الف. نشوف سؤال 15. يقع الفلز اكس بعد الهيدروجين، الفلز اكس بعد الهيدروجين في مسلسلة الجهود الكهربية. اختر من الجدول التالي ما يناسب هذا التفاعل. هو عايز التفاعلات المناسبة وبيقول لنا ان اكس جاي بعد الاتش بعد الهيدروجين، يعني كده الاكس مقدرش يطرد الهيدروجين، فانا كده عندي الف وب غلط، فهو لا يحدث تفاعل. طب هنا اللي حصل ان الاتش هياخد الاكسجين ويطلع لي H2O ويطرد الاكس بره، يعني كده حصلت عملية اختزال للأكسيد. الإكس كان موجب 2 بقى 0، فكده حصل عملية اختزال للأكسيد، فالإجابة عندك د. سؤال 16. بسم الله. يتفاعل الفلز إكس مع حمض ال HCl تبعا للتفاعل التالي، فإن جهد اختزال القطب. طالما عندك هنا إن الإكس قدر يتفاعل مع الهيدروكلوريك، يعني وحل محله، يعني كده الاتش هو الإكس يسبق الهيدروجين، وعايز بقى جهد اختزال القطب. احنا عندنا الاكس يسبق الهيدروجين، يبقى كده جهد اكسدته موجب وجهد اختزاله سالب، جهد اختزاله بالسالب، والسالب يعني اقل من الصفر. شوف سؤال 17. في التفاعل التالي تفاعل كبريتات الخرسين مع الاكس، هنا في المعادلة الخرسين اترسب، يعني كده ان الاكس عارف يحل محل الخرسين، يعني كده الاكس انشط من الخرسين ويسبقه. انا عندي هنا مديني جهد اختزال، وانا ما بتعاملش مع جهد الاختزال، انا بتعامل مع جهد الاكسده، فانا هجيب لهم جهود الاكسده. خرسين هنا موجب 76%، هنا سالب 34%، هنا موجب 32%، هنا سالب 15%. دي كده بجيب جهود الاكسده، وهنا سالب 86%. هو عايز العنصر اكس، فانا هختار اللي جهده اكسدته يكون اكبر من الخرسين. الخرسين 76%، الاكبر منه المغنيسيوم، فالاجابه عندي ب. شوف سؤال 18. الشكل المقابل يمثل مقطع من سلسله جهود كهربائيه، فان مما يلي صحيح ما عدا. انا عندي العنصر المتقدم بيحل محل العنصر المتاخر. نشوف الاختيارات. واي يحل محل زد، تمام صح. اكس يمثل كاسود بالنسبة لزد، لا غلط، اكس فوق وزد تحت، يبقى اكس يمثل انود بالنسبة لزد. زد اقواهم كعامل مؤكد ايونات الزد الموجب، ايوه صح، عشان واحنا نازلين كده قوة العوامل الاكسدة بتزيد، قوة العوامل الاكسدة بتزيد. ايونات الفلز واي تؤكسد اكس
يبقى انا عندي ج صح. في حين تختزل ذرات ايونات زد موجب. ايوه عشان قلنا اللي فوق ذرات تختزل الايونات اللي تحت والعكس، فالاجابه عندك هتكون لو عايز الغلط يبقى بالنسبه لي الاجابه ب. سؤال 19. عند تكوين خلايا جلفانية من قطب الهيدروجين وقطب الخرسين كانت قراءة الفولتميتر كده. انا عندي قطب الهيدروجين ده بيكون بصفر، فدي كده قراءة الخرسين على طول. يبقى انا كده عندي ان الخرسين ده يمثل انود والهيدروجين بيمثل كاثود، وبان الخرسين انود يعني تركيز ايوناته هيزيد وتركيز ايونات الاتش الموجب هيقل، يعني البي اتش هتزيد. ايونات الاتش الموجب عامل مؤكسد اقوى من ايونات الخرسين. ايوه صح، عشان قلنا واحنا طالعين لفوق قوه العوامل المؤكسده بتقل. ايونات الهيدروجين لها ميل لاكتساب الالكترونات اكبر من زد. ايوه صح، عشان عامل مؤكسد بيحصل ليها اختزال يعني اكتساب الكترونات. جهد اختزال الخرسين اقل من جهد اختزال الهيدروجين بمقدار 76%. ايوه صح. طب ليه؟ عشان جهد اختزال الهيدروجين بصفر، اما جهد اختزال الخرسين بسالب 76%، فصح جهد اختزال اقل. الخرسين يعني الهيدروجين في متسلسلة الجهود الكهربية. لا طبعا غلط، بيسبقوا، فالاجابة عندي ده. سؤال 20. في التفاعل التالي فإن العبارة الصحيحة. المغنيسيوم هنا كان صفر بقى موجب 2 يعني حصل له أكسدة يعني أنود يعني هو عامل مختزل، والكلور كان صفر بقى سالب يعني حصل له اختزال كاثود عامل مؤكسد. ايونات الكلوريد عامل مختزل اقوى من المغنيسيوم. انا وانا نازله قوه العامل المختزل بيحصل لها ايه؟ بتقل. طب وانا طالعه قوه العامل المؤكسد بتقل. وهو بيقول لي ايونات الكلوريد عامل مؤكسد قوي. لا طبعا غلط، هي اضعف. غاز الكلور عامل مختزل اضعف من ايونات المغنيسيوم. لا غلط، هو اضعف من ذرات المغنيسيوم مش ايوناته. المغنيسيوم عامل مختزل اضعف. لا غلط، ده اكبر طبعا. غاز الكلور عامل مؤكسد اقوى من ايونات المغنيسيوم. صح. طب ليه؟ قالك هتلاقي العامل المؤكسد بتاع الكلور هتلاقيه بالموجب اهو. المغنيسيوم موجب 2، فهتلاقيه هنا بالموجب. اما الكلور سالب 1 بالسالب، فالاجابه عندك د هو فعلا اقوى. سؤال 21. عندك 3 انابيب A B C وضع كل منهما كمية مناسبة من حمض الهيدروكلوريك المخفف، كما وضع منها في كل منها فلز مختلف وتركت لفترة مناسبة فتم ملاحظة كل من معين. الأنبوبة A تصاعدت فقاعات ببطء لأعلى من سطح الأنبوبة، يعني كده عندي ال A أنشط من الهيدروجين بس المسافة بينهم قريبة. الأنبوبة B تصاعدت فقاعات بسرعة لأعلى، يعني المسافة بينهم أبعد شوية، فأنا كده عندي ال B أنشط من A بعدين الهيدروجين. وسي قالك لم تتصاعد فقاعات يعني تحت. الأنبوبة A نحاس مغنيسيوم خرسين. أنا عندي المغنيسيوم بيكون أعلى فوق المغنيسيوم اللي هو ايه ده هنا بي أعلى منه، فلا المغنيسيوم بيكون فوق، فأنا كده هستبعد ألف وب. أنا عندي يا جيم يا د. والأنبوبة B المغنيسيوم بيكون أعلى من الخرسين، وهتكون الأنبوبة C نحاس، فالإجابة عندك جيم. شوف سؤال 22. بسم الله. القيم التالية تمثل جهد أكسدة. هختار، فهو عايز أفضلها كعامل مختزل. أنا هنا هختار أكبر قيمة في جهد الأكسدة عشان هو عايز أفضل عامل مختزل. أكبر جهد أكسدة هتبقى بالموجب اللي هي ج. أفضل العناصر التالية كعوامل مؤكسدة يكون جهد اختزالها. أفضل عامل مؤكسدة أنا هختار جهد الاختزال بالموجب، بستبعد ألف وج، وهختار الأكبر اللي هي ب. شوف سؤال 24 بيقولك أحد الفلزات التالية يمكن أن يوجد في الطبيعة في الحالة العنصرية. طالما قالك يوجد في الطبيعة في الحالة العنصرية يبقى أكيد من عناصر مؤخرة السلسلة، يعني جهد أكسدته بالسالب وجهد اختزاله بالموجب. نشوف الاختيارات. هنا الصوديوم حصل له أكسدة ومديني جهد أكسدته بالموجب. لا أنا قلت جهد الأكسدة بيكون بالسالب. نفس الكلام الألمنيوم حصل له أكسدة ومديني جهد أكسدته بالموجب. غلط، المفروض جهد أكسدته يكون بالسالب. المغنيسيوم حصل له أكسدة ومديني جهد أكسدته بالموجب، المفروض يكون جهد أكسدته بالسالب، فغلط. النحاس حصل له أكسدة ومديني جهد أكسدته بالسالب، مظبوط، الإجابة عندك د. شوف سؤال 25. إذا علمت أن جهود الاختزال القياسية لكل من صوديوم ألمنيوم نحاس مغنيسيوم هي على الترتيب ومديك جهود اختزال، فإن العنصر الذي له أقل قدرة على فقد الإلكترون، أنا ما بتعاملش مع جهود الاختزال، هجيب جهود الأكسدة. موجب 2 71%، موجب 1 و67%، سالب 34%، موجب 2
37. هو بيقول العنصر الذي له اقل قدره على فقد الكترون، يعني عايز اكبر رقم في جهد الاختزال او اقل رقم في جهد الاكسده. مين هنا اقل رقم في جهد الاكسده؟ هو السالب 34% اللي هو النحاس. جايب عندك ده. سؤال 26. بسم الله. اي من العناصر التاليه يفقد الكتروناته بسهوله؟ ومديني عوامل جهود اختزال، فانا هجيب لها جهود اكسده. طالما عايز العنصر اللي بيفقد الكتروناته بسهوله يعني عايز اعلى جهد اكسده بالموجب، فانا هجيب له جهود الاكسده. وهنا حصل له اختزال فانا هجيب له جهود اكسده. هيكون 1.42 موجب 74% موجب 2 و92%. وطبعا هنا العنصر الدبليو ده حصل له اكسده، فانا هسيب جهد الاكسده بتاعه زي ما هو 15 سالب 15%. هو عايز اعلى جهد، هو عايز اللي بيفقد الكتروناته بسهوله، يعني عايز اعلى جهد اكسده، واللي هو هنا اعلى جهد اكسده عندي الزد ب2.92%، فهختار الاجابه د. سؤال 27. بسم الله. اذا كان جهد الاختزال القياسي لكل من الاقطاب ليثيوم بلاتين رصاص فإن جميع العبارات التاليه صحيحه. انا هجيب لهم جهود اكسده. هنا موجب 3.45 هنا سالب 1.2، وهنا موجب 126 هرتبهم عندي. اعلى حاجه انشط واحد بيبقى كان الليثيوم، بعدين الرصاص، بعدين البلاتين. طبعا اينتهم الليثيوم موجب 2 والبلاتين موجب 2. بيقولك افضل عامل مؤكسد هو البلاتين. انا عندي هنا الليثيوم انشط واحد يعني افضل عامل مختزل، وعندي البلاتين هو عامل مؤكسد فهو افضل عامل مؤكسد. فهو افضل عامل مؤكسد هو البلاتين، مظبوط. افضل عامل مختزل هو الليثيوم، برضو مظبوط. كتيونات الرصاص الثنائي لها القدره على اكسده البلاتين؟ لا طبعا ما ينفعش. طب ليه؟ عشان احنا قلنا اللي فوق ذراته تختزل اللي تحت، وايونات اللي تحت هي اللي تاكسد اللي فوق. يبقى الاجابه ج عندنا غلط، يبقى هي دي الاختيار. هو عايز الاجابه الغلط عشان الرصاص هيختزل اللي تحته ويأكسد اللي فوق، فهو المفروض يختزل البلاتين مش يأكسده. الرصاص يسبق البلاتين في سلسله الجهود الكهربائيه، مظبوط. الاجابه عندنا هي ج. سؤال 28. بسم الله. إذا أعطيت أنصاف التفاعلات التالية ومديك تفاعلات ومديك ليها جهود اختزال، فأنا هجيب ليها جهود الأكسدة. هنا سالب 65%. هنا سالب. على فكرة إن الأسئلة كلها نفس الفكرة، بيبقى بيجيب لك عناصر ومديك ليها جهود اختزال، وأنا بجيب ليها جهود أكسدة وبرتبها وبجاوب، بعرف أجاوب ساعتها على أي سؤال. فتقريبا الأسئلة كلها نفس النظام. هنا أعلى واحد الألمنيوم، بعديه النحاس، بعديه اليود، بعديه الفلور. بيقولك اقوى عامل مؤكسد، على طول الفلور. اقوى عامل مختزل هو الالومنيوم. العنصر الذي يختزل هو العنصر اللي اعلى منه اللي هو الالومنيوم. في دال هتلاقيه مديك اناين الفلور، فلا هو اللي حصل له اقوى عامل مؤكسد اللي حصل له عمليه اختزال هو كان الفلور مش الاناين بتاعه. ماشي. في التفاعل بتاع الاكسده والاختزال، هنا الزئبق حصل له اختزال كان موجب 2 بقى 0، والنحاس حصل له اكسده، فكده النحاس يسبق الزئبق. النحاس يسبق الزئبق في المتسلسله. وبيقول لك يمكن اعتبار ايون الزئبق على انه هو ايه حصل له؟ هو حصل له عمليه اختزال، يبقى على طول عامل مؤكسد عشان العامل عكس العمليه. يبقى انا كده هستبعد الف وهستبعد ب. هو عامل مؤكسد. اقوى بقى ولا اضعف؟ هو هيكون اقوى. طب ليه؟ عشان احنا عارفين واحنا نازلين قوة العامل بتضعف، طب واحنا طالعين قوة العامل المؤكسد للايونات بتضعف، يعني كده اقوى عامل مختزل ايونه اضعف عامل مؤكسد. تاني، اقوى عامل مختزل ايونه اضعف عامل مؤكسد. يبقى دي خليها ثابتة معاك، فهو هيكون اقوى. يبقى عندك د. 30. من خلال قيم الجهود الاختزال القياسية التالية، هو مديني جهود اختزال هجيب لها جهود الأكسدة، نفس قلتلكوا نفس الفكرة. 64 موجب 2. نرتبهم. أعلى حاجة عندنا كانت واي، بعدين زد، لا بعدين اكس، بعدين زد. هو عايز ايه؟ هو عايز العبارة الخطأ. نشوف الاختيارات. بيقولك الفلز واي هو أفضل عامل مختزل. أيوة صح،
افضل عامل مختزل. ايون زد هو افضل عامل مؤكسد، مظبوط. الفلز زد يسبق الفلز اكس، لا هو يلي. اكس موجب 3 يمكن ان يؤكسد واي، ايوه صح، عشان احنا قلنا ان ايونات العنصر المتأخر تؤكسد ذرات العنصر المتقدم، واكس يمكن اختزال زد موجب 2، ايوه صح، يبقى الاجابة عندك الخاطئة هي ج. سؤال 31. الجدول التالي يوضح نتائج اضافة عينات من فلزات رموزها الافتراضية A B C D كلا على حدة إلى حمض الهيدروكلوريك المخفف في التجربة الأولى، وإلى محلول يحتوي على أيونات A2 في التجربة الثانية. قالك إيه حمض الهيدروكلوريك؟ قالك لم يحدث تفاعل، ما حصلش تفاعل مع الهيدروكلوريك، يبقى كده ال A تحت الهيدروجين، كده ال A تحت الهيدروجين. تمام. تاني حاجة قالك ان البي حصل ليه تفاعل وتصاعد غاز الهيدروجين، يعني كده البي فوق، كده البي فوق. وقالك انه رسب ايه، يعني كده طردها، فده يثبت انها فوق فعلا عشان هو طرد الايه. وسي ما حصلش تفاعل، ولما حطيته مع ايه ما حصلش تفاعل برضو، يعني ما قدرش يطرد الايه، يعني كده هو تحت الايه بس سي مكانها هنا. وقالك انه ما حصلش تفاعل من الدي لما تفاعل مع حمض الهيدروكلوريك، يعني تحت برضو بس رسب الايه، يبقى دي كده قبل الايه، يعني دي مكانها هنا تحت الاتش. يعني كده الترتيب حسب بقى ما هو عايز، بي بعد كده دي بعد كده ايه بعد كده سي. يبقى الاجابه عندي هنا ايه؟ تعالوا نشوف الاختيارات. احنا قلنا بي بعد كده دي بعد كده ايه بعد كده سي، الاجابه عندك الف. شوف سؤال 32 بيقولك 3 أعمدة لعناصر مختلفة A B C D وضعت في حمض ال HCl المخفف، فتفاعل A مع B ولم يتفاعل العنصر C، وعند وضع العنصر A في محلول يحتوي على أيونات العنصر B حدث له تآكل، فإن ترتيب العناصر. تمام. قالك إن A و B اتفاعلوا، يعني كده يعني كده ال A وال B قبل ال H، كده ال A وال B قبل ال H وال C تحت. وقالك لما حطينا العنصر A في محلول فيه العنصر B حصل له تآكل، يعني كده ال A حصل له أكسدة وB حصل له اختزال، يعني كده صح ان ال A قبل ال B، مظبوط. وهو عايز ترتيب العناصر حسب جهود الأكسدة، فكده هيكون A B C ألف. شوف سؤال 33. العناصر X Z Y X W 4 عناصر فلزية أجريت عليها التفاعلات أو التجارب التالية. الفلز زد زائد الاكسيد دبليو اتفاعل وادينا اكسيد زد زائد الفلز دبليو. هنا معناه ان الزد قدر يطرد الدبليو ويقعد مكانه، يعني كده الزد انشط من الدبليو. وقالك لما فعلت الاكس مع الزد ما حصلش تفاعل، يعني الاكس معرفش يطرد الزد، يبقى كده الزد انشط من الاكس. وتالت حاجة لما فعلت الاكس مع الدبليو حل محله وطرد الواي، يعني كده الاكس اكثر نشاطا من الواي. ولما فعلت الاكس مع الدبليو ما حصلش حاجه، يعني كده الاكس معرفش يطرد الدبليو، يعني كده الدبليو انشط من الاكس. يعني كده الترتيب انشط حاجه الزد، بعديه الدبليو عشان الدبليو انشط من الاكس والاكس انشط من الواي، يبقى كده الترتيب زد اكس زد دبليو اكس واي. فين الاختيار ده؟ زد دبليو اكس واي، الاجابه عندك الف. شوف سؤال 34. بوضع ساق من النيكل في 4 محاليل لفلزات A B C D لها نفس الحجم والتركيز لفترة زمنية محددة، وجد أن ترتيب هذه المحاليل حسب مقدار النقص في كتلة النيكل هي BACD، يعني الدي أعلى حاجة. هو بيقولك مقدار النقص في النيكل، يعني كده النيكل حصل له أكسدة يعني تآكل، ومديك ترتيب المحاليل حسب مقدار النقص، يعني كده هنا أكبر نقص بتاع النيكل كان في الدي، يعني أكبر نقص في النيكل كان في الدي، بعديه سي بعديه ايه بعديه بي. شوف الاختيارات. الفلز دي يسبق الفلز سي، الفلز دي يسبق، لا غلط، الفلز بي يمكن أن يحل محل أيون الفلز سي، الفلز بي يمكن أن طبعا صح. الفلز سي يسبق الفلز ايه، لا طبعا غلط،
ب اللي يسبقه. الإجابة عندك ب. الفلز A يمكن أن يحل محل أيون الفلز B في محاليله. الفلز A لا طبعا، لا برضو غلط. الفلز A ممكن يحل محل الفلز B اللي هو قبله، لا طبعا غلط. فالإجابة عندك هي ب. سؤال 35 بيقولك عندك 4 فلزات X W X Y W Z. الفلزين Y و X يمكنهما التفاعل مع حمض الهيدروكليك. الفلزين W و X هما بس اللي يعرفوا يتفاعلوا مع حمض الهيدروكليك، يعني كده هما قبل ال H، يعني كده ال W وال X قبل ال H. والفلز W بتقل كتلته عند وضعه في محاليل باقي الأملاح، يعني كده هو دايما أنود، يعني أعلى جهد أكسدة، يعني دايما بيكون هو اللي فوق قبل يعني هو كده هيكون هو اللي فوق قبل الإكس. وقالك إن الفلز في واي لا يتفاعل مع كاتايون الفلز إكس، يعني كده زد أنشط من واي، يعني كده زد أنشط من واي، يبقى كده الترتيب W X Z Y، كده W X Z Y. الإجابة ب. شوف سؤال 36. بسم الله. أجريت التفاعلات التالية عند نفس درجة الحرارة باستخدام حجوم متساوية، ومديني هنا 4 محاليل أو 4 عناصر يعني، واحنا عايزين نرتبهم. تمام. مديني هنا عناصر مختلفة في النشاط والقدرة المتساوية. طبعا احنا عارفين ان المغنيسيوم هنا هو اعلى واحد فيهم، يعني اول حاجة كده هتبقى عندي هو المغنيسيوم، بعديه الخرسين، بعديه الحديد، بعديه الرصاص. طبعا انت ما هتكون قدامك المتسلسلة، ما تقلقش يعني. فكده اكبر المغنيسيوم رقم كام؟ المغنيسيوم رقم 2، والخرسين رقم 3، والحديد رقم 1، والرصاص رقم 4. المفروض كده 2 3 1 4، 2 3 1 4، 2 3 1 4. الإجابة عندك ج. سؤال 37. من الجدول المقابل أي مما يلي يعد خطأ؟ هو مديني جهود اختزال، هحولها لجهود أكسدة، يعني هخلي دولي موجب عشان ده أكسدة. ماشي، يبقى كده أعلى واحد فيهم C، بعد كده B، بعد كده A. هو عايز الغلط. A أقواهم كعامل مؤكسد، صح. C أقواهم كعامل مختزل، مظبوط. B يتأكسد عند وجود A، أيوة صح، عشان B بيسبق ال A، يبقى B أنود و A كاثود. فطالما B أنود يعني بيحصل له أكسدة، فهو بيتأكسد فعلا في وجود ال A. A يسبق B في السلسلة، لا غلط، هو بيليها. هو عايز الغلط، فالإجابة عندك د. شوف سؤال 38. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في الخلايا الجلفانية التي قطبها الحديد والقصدير، إذا علمت أن ومديك هنا جهد أكسدة ومديك جهد اختزال، طالما بصوا يا جماعة عشان تفضلوا مثبتينها حاجة، عشان ارتبهم لازم اخلي الاتنين يا جهود اكسده يا جهود اختزال. فهو لما تلاقي مديك تفاعل اكسده وجهد اكسده ومديك تفاعل اختزال وجهد اختزال، ترتبهم يا تخلي الاتنين جهود اكسده يا تخلي الاتنين جهود اختزال. فهنا مديني مثلا، هنا هعكس اشاره التاني، هخليه بالسالب عشان اخليه جهد اكسده. فبيقولك اي من صحيح. الحديد يعتبر انود، نرتبهم الاول. احنا كده عندنا الحديد انشط من القصدير، يعني الحديد يعتبر انود والقصدير يعتبر كاثود. فبالك الحديد يعتبر انود وقيمه الاي ام اف للخليه موجبه، هو صح فعلا الحديد يعتبر انود. هل اي ام اف موجبه؟ ايوه صح، عشان قانون القوه الدفع الكهربيه ق د ك، جهد اكسده الانود ناقص جهد اكسده الكاثود، فهيطلع فعلا بالموجب. فالاجابه الف صح، فالإجابة عندي ألف صح. الحديد يعتبر كاثود؟ لا. القصدير يعتبر أنود؟ لا. القصدير يعتبر كاثود، مظبوط. قيمة اي ام اف الخلية سالبة؟ لا، قلنا تبقى موجبة. سؤال 39. الجدول التالي يوضح مكونات 3 من أنصاف الخلايا عند تكوين، ومديك طبعا الواحد فلز A، 2 فلز B، 3 فلز C. عند تكوين خلايا جلفانية من نصف الخلايا الأولى مع نصف الخلايا التانية، فإن الأخير يعمل كقطب سالب. وعند تكوين خلايا جلفانية مع نصف الخلايا التانية من نصف الخلية التانية مع نصف الخلية التالتة، فإن الأخير يعمل كقطب
سالب. بيقولك هنا ان القطب بي يعمل كقطب سالب، يبقى كده هو الانود والايه الكاثود. وبيقولك ان بي مع سي، وان لو بي مع سي يعني تاني هو بيقولك ان القطب بي بيعمل كقطب سالب، يبقى كده هو الانود، يبقى بي هو الانود وسي هو الكاثود. ولو فعلنا بي مع سي هتكون لا انا قصدي لو ايه هيكون هو الانود، يبقى كده هيكون كاثود، سوري انا اسفه معلش. يبقى بي عندنا هو الانود وايه هو الكاثود. ولو فعلت بي مع سي هتكون سي الانود وبي هيكون الكاثود. يعني كده سي انشط واحد، بعد كده احنا قلنا بي الانود وايه كاثود، فكده هيكون بي انشط من ايه، فكده الترتيب هو ده الترتيب الصحيح. فهو عايز افضل عامل مؤكسد، هتكون طبعا الايه الاجابه الف. شوف سؤال 40. الفلزات الافتراضيه A B C D مرتبه حسب قوتها كعوامل مختزله، دي بعدين بي بعدين ايه بعدين سي. ما الاختيار الصحيح الذي يوضح نتائج التجارب التالية؟ حفظ محلول ايون بي في اناء من فلز ايه. بيقولك حفظ محلول من بي في اناء فلز ايه يعني ايه؟ هل هينفع؟ بيقولك يمكن ولا مش يمكن؟ قالك يمكن. طب ليه؟ عشان الاناء من عنصر اقل نشاطا والمحلول اعلى نشاطا، فتمام شغال عادي. احنا هو مديك الترتيب ان دي بعدين بي بعدين ايه بعدين سي، فلو حفظت بي في ايه ينفع عادي عشان الاناء كده من عنصر اقل نشاطا والمحلول اعلى نشاطا، فتمام شغال عادي. فكده انا هستبعد الف وهستبعد د. يمكن تفاعل الفلز دي مع محلول ايون سي عادي هيتفاعل عشان الدي اكثر نشاطا، يعني كده الاجابه هتكون عندك ب، يتفاعل عادي. تغير ايه عند اضافه الفلز دي؟ ايوه هيتغير فعلا ايه لما نضيف دي، عشان الدي اكثر نشاطا فيحصل له اكسده وهينزل ايوناته في المحلول، وايه ايوناته هتختزل وتترسب، يعني كده فعلا هتتغير. فالاجابه عندك ب. نسمي الله ونشوف سؤال 41. الرسم المقابل يوضح خليتان جلفانيتان عند الظروف القياسية. عندي رسمتين. الرسمة الأولى إن الإلكترونات ماشية من الكوبالت راح على النيكل، يبقى كده الكوبالت ده عندي هيكون أنود والنيكل كاثود. هنا الإلكترونات ماشية من الكادميوم راح للكوبالت، يعني الكادميوم أنود والكوبالت كاثود، يبقى كده ترتيبهم كادميوم كوبالت نيكل. تمام. بيقولك اعتمادا على ذلك قام التفاعلات التالية يمكن حدوثه بشكل تلقائي. يعني عايز التفاعل اللي بيحصل بشكل غير تلقائي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو عملت خلية بين الكادميوم والنيكل، الكادميوم والكوبالت، عندي الكادميوم بيكون انود بيحصل له اكسده، والكوبالت بيكون كاثود بيحصل له اختزال. لو عملت خلية بين الكوبالت والنيكل، الكوبالت بيكون انود والنيكل بيكون كاثود، والكوبالت بيحصل له اكسده والنيكل بيحصل له اختزال، وده بيحصل بشكل تلقائي عادي جدا. هو عادي اللي بيحصل بشكل غير تلقائي. يعني ايه؟ لو لقيت ان حصل العكس، ان لقيت الكوبالت لو عملت خليه يعني بين الكوبالت والكادميوم، لقيت الكوبالت هو اللي بيحصل له اكسده وهو الانود، والكادميوم هو اللي بيحصل له اختزال لايوناته وبيكون هو الكاثود، فده مش طبيعي، يعني غير تلقائي. يبقى الغير تلقائي ده ان الاقي اللي المفروض يحصل له اكسده بيحصل له اختزال، واللي المفروض يحصل له اختزال بيحصل له اكسده. شوف الاختيارات. الف هنا ان الكوبالت هيختزل والكادميوم هيتاكسد، ففعلا مظبوط بشكل تلقائي عادي، هو عايز الشكل الغير تلقائي. النيكل هنا ايون النيكل يختزل والكوبالت يتأكسد، يعني واحد انود والتاني كاثود، فمظبوط بيحصل بشكل تلقائي. هنا حصل اكسده للكادميوم واختزال للنيكل، يبقى تلقائي برضو طبيعي جدا. في دال بقى هنا ان النيكل حصل له اكسده وايون الكوبالت حصل له اختزال، فده مش طبيعي كده، هو ده الغير تلقائي اللي هو عايزه. الاجابه عندك د. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. نحل سؤال 42. الجدول التالي يوضح معادلات الاختزال لثلاثة فلزات وجهود اختزالها. تمام. هو مديني 3 عناصر، مديني جهود اختزالهم. انا هفرض برقم، واقصى رقم هيكون عندك هنا 4، عشان تضرب 3 في 4 3/4 في 4 3 نص في 4 يديك 2. فكده اعلى جهد اختزال هيكون اكس، بعديه واي، بعديه زد. ما العبارة الصحيحة لن تنطبق على هذه المعادلات؟ يعتبر العنصر الفلزي اكس اقوى العوامل المختزلة؟ لا، هو اقوى العوامل المؤكسدة. لا يحدث تفاعل تلقائي بين ايونات اكس والفلز زد؟ لا، هيحصل
هيحصل عادي، وزد هيكون انود والاكس هيكون كاثود عشان زد بيسبقه. لا يستطيع واي ان يحل محل ايونات اكس، لا يستطيع عادي عشان هو بيسبقه فيحل محله عادي. يستطيع زد ان يحل محل ايونات اكس وواي في محللها، طبعا هي دي الصح. لا يستطيع واي ان يحل محل ايونات اكس في محللها، لا هو بيستطيع عادي، فدي اجابه غلط. ايوه يستطيع زد ان يحل محل ايونات اكس، طبعا هي دي الصح. علشان زد هيحل محله عادي، هيحل محله اكس وواي عشان هو بيسبقهم عادي، فالاجابه عندك د. سؤال 43. الشكل المقابل يمثل خلية جلفانية، ادرسه جيدا ثم اجب. هنا الاشارات ماشية من الخرسين راحة للنحاس، يعني كده الخرسين ده انود والنحاس كاثود. ينعكس اتجاه التيار عند استبدال. هنا بيقولك هنشيل النحاس يعني ونحط قطب اكبر منه في جهد الاختزال، ما كده هيكون تحت برضو، فغلط. قطب الخرسين بقطب اعلى منه في جهد الاختزال، لا برضو نفس الكلام، التيار مش هينعكس. قطب النحاس بقطب اقل من الخرسين، لا برضو غلط، هيكون تحته فبرضو مش هينعكس. قطب الخرسين بقطب اكبر من النحاس، ايوه ده الصح. هنشيل خرسين ونجيب واحد، هنشيل خرسين ونجيب واحد يكون اقل من النحاس يعني تحته هنا كده، والتيار كده هيتنقل من النحاس للعنصر التاني. تمام، فالاجابه عندك د. شوف ثانيا. تزداد القوة الدفع الكهربائية للخلية الموضحة بالشكل مع ضرورة بقاء النحاس كاثود عند استبدال ايه؟ هو هنا عايز يخلي النحاس زي ما هو، ماشي، ونزود القوة الدفع الكهربائية، يعني عايز يزود البعد، يعني نجيب حد جهد اكسدته اعلى من الخرسين ويكون سابقه في السلسلة. قطب الخرسين باخر اعلى منه في جهد الاختزال، لا اقل مش اعلى. قطب الخرسين بقطب الحديد، لا الحديد اقل منه نشاطه، احنا عايزين حد اعلى. قطب الخرسين باخر يليه في السلسلة، لا يليه غلط، احنا عايزين حد يسبقه. قطب الخرسين. سؤال 44. في خلية دانيال عند استبدال نصف خلية الخرسين بنصف خلية الفضة، أي مما يلي يعتبر صحيحا على العلم بأن جهود تأكسد كل من الفضة والنحاس. بيقولك هنا في خلية دانيال يعني بيتكلم عن خرسين ونحاس. هو بقى عايز يستبدل يشيل الخرسين ويحط مكانه الفضة. الفضة ده أصلا مكانها هنا تحت النحاس. كان الأول الخرسين أنود والنحاس كاثود، لما استبدلوا الفضة هيكون النحاس أنود والفضة كاثود، يعني الإلكترونات هتتنقل من النحاس هتروح للفضة. شوف الاختيارات. هو طبعا هيتغير اتجاه التيار، فنستبعد ألف ونستبعد ب عشان بيقولك لا يتغير اتجاه التيار. نحسب بقى ال EMF. احنا عارفين ان خلية دانيال كانت بواحد من 10 فولت اللي هي بين النحاس والخرسين. نحسب بقى ال EMF للفضة. المفروض هنا اصلا يديني تأكسد النحاس مش الخرسين، هو مديني الخرسين ليه؟ بس عامة احنا عارفين ان النحاس ب34%، وجهد اختزال الفضة هنخليه بموجب 8 عشان هو احنا عايزين جهد اختزال مش عايزين جهد الأكسد، وهو مدينا ده جهد التأكسد. تمام، نحسب ال EMF. هتكون ال EMF هتساوي 8/10 ناقص 34%. احسبها على الآلة الحاسبة. 8/10 ناقص 34%، طلعت ب46%. يبقى كده قل عشان كانت 1/10 فولت، يبقى كده هتقل، يبقى الإجابة عندك ج. شوف سؤال 45. لديك خلية جلفانية أولية مكونة من قطبين X و Y. إذا علمت أن جهد اختزال X 8/10 وجهد اختزال Y بسالب 76%، وعند استبدال نصف الخلية X بجهد اختزال سالب 711 في الظروف المناسبة، فأي الاختيارات الآتية صحيحة. هنا مديني جهد اختزال للقطب X وقطب Y و Z، عايز بقى يستبدل اكس بالقطب زد ومديني ليه جهد اختزال، وطبعا ده جهد اختزاله صغير جدا، يبقى جهد اكسدته كبير يعني هيكون فوق. يبقى كده الترتيب زد بعديه واي بعديه اكس. تمام،
يبقى الاول كده زد بعدين اكس واي بعدين اكس. الالكترونات كده ماشيه من واي، في الاول الالكترونات كانت ماشيه من واي راحه لاكس، كان واي انود واكس كاثود. دلوقتي الالكترونات هتمشي من زد هتروح لواي عشان احنا عايزين نستبدلها، يبقى الزد هتروح، الالكترونات هتمشي من زد لواي، يعني كده اتغير اتجاه التيار الكهربي. يبقى نستبعد ب ونستبعد د. وعايز تشوف القوة الاي ام اف قلت ولا زادت ولا ايه. نحسبها في الحالتين بقى، نحسبها مع اكس وواي الاول، الاتنين جهود اختزال، فهنقول ان الاي ام اف الاولى بتساوي 8/10 ناقص -76/100. 8/10 ناقص 76/100 طلعت ب1.56%. نحسب اي ام اف التانية هتكون 76/100 ناقص -2.711. 76/100 ناقص -2.711 هيساوي، طلعت ب1.951 يعني كده زادت الاي ام اف عندي، زادت، فالاجابة عندي هتكون ج. بسم الله. نشوف سؤال 46. الجدول التالي يمثل جهود أكسدة ل4 عناصر. مديني هنا جهود أكسدة، تمام، نرتبهم بقى. هيكون أعلى واحد A، بعدين B، بعدين D، بعدين C. تمام. أولا يمكن الحصول على أكبر قوة دفع كهربية لخلية جلفانية. من هنا طبعا هنختار أبعد عنصرين اللي هما بيكونوا C، أبعد عنصرين A و C. A هيكون أنود و C هيكون كاثود. بجيب عندك بيها. في الخلية المكونة من B و C ماذا يحدث إذا تم استبدال C بالعنصر A؟ لو شلت C وحطيت مكانه ايه، اكيد طبعا هيتغير اتجاه التيار. نستبعد الف ودال، هيتغير اتجاه التيار. طب والاي ام اف هتقل ولا تزيد؟ نحسب الاي ام اف اول حاجه بين البي والسي. الاي ام اف بين البي والسي، طبعا انا عندي بي انود وسي كاثود، فالاي ام اف هنقول ايه؟ 32/100 ناقص -2.87 هتساوي 32/100 ناقص -2.87، طلعت ب3.1. نحسب بقى ال EMF بين ال B وال A، وطبعا ال A انود وال B كاثود، فهتكون جهد ال A 2.924 ناقص 23%، هتطلع ب 2.924 ناقص 2.32، طلعت ب2.694. يبقى كده قلت، يبقى الإجابة عندك ج. بسم الله. نشوف سؤال 47. 3 عناصر مختلفة ذات كتل متساوية كانت لها الجهود القياسية الموضحة: كوبالت، رصاص، باريوم. هنجيب لهم طبعا جهود أكسدة هيكون بالموجب كلهم، ونرتب بقى على أكسدة هيكون الباريوم، بعديه الكوبالت، بعديه الرصاص. الباريوم هنا طبعا هو الأكثر نشاطا. نشوف الرسمة، احنا عندنا الباريوم، بعديه كوبالت، بعديه الرصاص. طبعا الباريوم الأكثر نشاطا، يعني هو هيكون الأسرع، يبقى من الرسمة الأسرع الإكس، يبقى الجواب عندي ألف. بعديه طبعا هو هيكون الكوبالت، واي الكوبالت، بعديه زد الرصاص. مظبوط. سؤال 48. بسم الله. خلايا جلفانية أقطابها من القصدير والفضة. إذا علمت أن جهد اختزال القياسي للقصدير 136/1000 سالب 100 والفضة موجب 8/10، فأي مما لا يعبر عن تفاعل الاختزال التلقائي في الخلية. عندنا فضة وقصدير، واللي جهد اختزاله أعلى هو الفضة، يبقى الفضة هيحصل له اختزال. يعني كده أشوف معادلة بيحصل اختزال لأيونات الفضة. ألف معايا وجيم معايا برضو، يعني استبعد جيم معايا برضو، استبعد ب ودال. طبعا الجهد هيكون بالموجب، فالإجابة عندي هتكون ألف.
شوف سؤال 49. بسم الله. خلية مكونة من عنصرين اكس وواي، اي ام اف لها بتساوي 94%. إذا علمت أن جهد التأكسد القياسي للعنصر اكس 136 من 1000، والإلكترونات تنتقل من اكس لواي عبر السلك، فإن جهد التأكسد القياسي للعنصر واي. هنا بيقول الإلكترونات بتتنقل من اكس لواي، يعني اكس أنود، واي عندي هتكون كذا. شوف ال EMF بقى، طبعا هتكون ال EMF جهد أكسدة بتاع أنود ناقص جهد أكسدة بتاع الكاثود اللي هو واي. أنا عندي ال EMF بكام مديهالي؟ ال EMF عندي ب94%، وجهد الأكسدة بتاع الإس بمية كام؟ 136. هو عايز بقى جهد الأكسدة بتاع الواي ده. طبعا هنشيل واي دي ونوديها بعكس الإشارة هناك، يعني كده واي بتساوي 136 من 1000 ناقص 94 من 136 من 1000 ناقص 94 من 100، هتطلع عندنا ب 804 سالب 804. الإجابة عندك ج. شوف السؤال 50. مستعينا بسلسلة الجهود الكهربائية. أولا، في أي الحالات التالية لا يتغير كتلة اللوح الموضوع في المحلول بعد 15 دقيقة؟ بيقولك هنا لا تتغير كتلة اللوح، يعني ايه؟ يعني احط عنصر اقل نشاط في محلول لعنصر تاني اكثر نشاط، فكده مش هيحصل حاجة. يعني ايه برضو؟ هو مش انا لو جبت خرسين وحطيته في محلول كبريتات نحاس، ايه اللي بيحصل تغيرات بقى، ده بيتاكل ومش عارفه بيحصل اكسده وكده يعني. طب لو عكست بقى، حطيت النحاس في محلول كبريتات خرسين، لا مش هيحصل حاجه. فهو عايز كده، لو حطيت عنصر اقل نشاط في محلول لعنصر تاني اكثر نشاط مش هيحصل حاجه. قطب حديد في محلول كبريتات الالومنيوم، انا عندي الالومنيوم بيسبق الحديد، يعني كده هحط الحديد في الالومنيوم ومش هيحصل حاجه، ففعلا كده مظبوط، فالاجابه عندي الف. قطب خرسين في محلول نترات الرصاص، يعني خرسين في رصاص، لا الخرسين انشط من الرصاص فغلط. قطب مغنيسيوم في محلول، نفس الكلام، المغنيسيوم انشط من الخرسين فمش هيحصل حاجه. قطب نحاس في محلول نترات الفضه، نفس الكلام، هنا برضو النحاس انشط من الفضه مش هيحصل حاجه، فالاجابه عندنا الف. ثانيا، 4 قطع من النحاس والمغنيسيوم والفضة والنيكل، كل قطعة منهم غمرت في محاليل أملاح العناصر الأخرى. الفلز التي يتغطى بطبقة من فلز آخر نتيجة غمره في المحلول. نجرب الاختيارات. النحاس محلول كبريتات النيكل بيسبق النحاس، فلا غلط. نيكل في محلول كبريتات المغنيسيوم فوق النيكل، المغنيسيوم فوق والنيكل تحت، فبرضو مش هيحصل كده، مش هيحصل حاجة، ده هيحصل العكس. فضة في محلول نترات النحاس، الفضة، يعني لو حطيت فضة في النحاس هيحصل برضو العكس، مش زي ما هو زي ما هو عايز ان الفلز بيتغطى بطبقة فلز تاني. المغنيسيوم في محلول كلوريد النحاس، المغنيسيوم فوق والنحاس تحت، فعلا المغنيسيوم هيتأكسد بيانات النحاس تختزل، فالمغنيسيوم هيتغطى بالنحاس، فهو ده اللي هو عايزه. أجري أحد الطلاب 4 تجارب لتحديد تلقائية التفاعلات الكيميائية كما موضح بالشكل. تلقائية يعني واحد يكون فوق أنود ويحصل له أكسدة، والتاني يكون تحت يحصل له اختزال. هنا خرسين في قصدير، صح، عشان اللهم صل على محمد، الخرسين بيسبق القصدير في السلسلة، فمظبوط. رصاص في محلول نيكل، لا غلط، عشان النيكل بيسبق الرصاص في السلسلة. فضة في خرسين، نفس الكلام، الخرسين بيسبق الفضة، فغلط. ألمونيوم في نحاس، صح، عشان الألمونيوم أكثر نشاطا من النحاس، يبقى أنا كده عندي 1 و4. رابعا، بسم الله. سبيكة تحتوي على العناصر الآتية، وضعت ساق منها في محلول يحتوي على نترات النيكل، أي تفاعلات التالية يمكن حدوثها بشكل تلقائي. هنمسكهم بالترتيب. هنا طبعا أعلى واحد هيكون عندي هو الخرسين، بعديه النيكل، بعديه محمد الرصاص، بعديه النحاس، بعديه الفضة. بيقولك وحطيتهم في النيكل. مين هنا اللي يعمل لي تفاعل تلقائي؟ طبعا مفيش غيره، الخرسين هو اللي بيسبقه، هو الاعلى منه نشاطا، فالاجابه هتكون ب. بسم الله. خامسا، الفلزات التاليه لها القدره على التفاعل مع حمض الهيدروكلوريكي المخفف في اقصر وقت. هنا هختار الفلز الابعد عن الهيدروجين اللي هو الاكثر نشاطا. مين هنا الابعد عن الهيدروجين اللي هو الاكثر نشاطا؟ طبعا عندي الصوديوم. بسم الله. مديني جهود اختزال
قياسية لبعض العناصر في السؤال 51. طبعا هو مديني جهود اختزال، هحولها لجهود أكسدة، موجب 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 سالب موجب موجب سالب، وأرتبهم. أعلى حاجة عندي هتكون المغنيسيوم، بعديه هيكون الألمنيوم، بعديه هيكون النحاس، بعديه هيكون الحديد، بعديه هيكون الرصاص، بعديه النحاس، بعديه الفضة. كده نخدت كله تمام. اي مما لا يعتبر صحيح، انا عايزة الغلط. يمكن حفظ محلول كبريتات الألمنيوم في وعاء مصنوع من الحديد. ايوه صح، عشان الحديد اقل نشاط من الالومنيوم فمش هيعمل حاجه مع ايونات الالومنيوم، فمظبوط. يمكن حفظ محلول كبريتات الالومنيوم في وعاء مصنوع من النحاس. ايوه صح برضو نفس الكلام، النحاس اقل نشاطا من الالومنيوم فبرضو مش هيعمل حاجه مع ايونات الالومنيوم. يمكن حفظ محلول كبريتات المغنيسيوم في وعاء مصنوع من الحديد، برضو نفس الكلام، علشان الفضه اقل نشاطا من المغنيسيوم مش هيعمل حاجه مع ايونات المغنيسيوم. يمكن حفظ محلول نترات الفضه في وعاء مصنوع من الفضه اهو وعاء مصنوع من النحاس. لا غلط، عشان النحاس اكثر نشاطا هيطرد الفضة، يبقى كده الوعاء باظ فمش هيمكن حفظه فيه، فالاجابة عندي د. بسم الله. السؤال رقم 52. يمكن تحويل خليتان جلفانيتين كما في الشكل المقابل. رسوا جيدا ثم اجب. الرسمة الأولى عندي الإلكترونات ماشية من المادة B راحة ل A، يعني كده B عندي أنود و A كاثود. وفي الرسمة التانية الإلكترونات ماشية من C راحة ل B، يعني كده C أنود و B هيكون كاثود، يعني كده الترتيب هيكون C B A. هو عايز قيمة جهد الأكسدة، إذا كانت قيمة جهد الاتزان لكل من A و C على الترتيب. هو عايز قيمة جهد الأكسدة للعنصر B. تمام، هو مديني الجهود بتاعة ال A وال C مديني لهم جهود اختزال، فأنا هقلبهم جهود أكسدة يعني بالموجب. فهنا جهد B على فكرة هيكون ما بينهم، يعني هيكون ما بين ال C وال A عشان ال B بينهم، فأنا عايزة رقم يكون بين ال A وال C. ألف هنا أعلى من، أنا عايزة أكون رقم من دول. ب مظبوط، ب هيكون بينهم. C لأ أقل. د أعلى، فغلط، فالإجابة عندي ب. عشان نفهم أنا عملت ايه، أنا عندي السي بكام؟ أنا عندي السي ب1.66 ماشي، والايه ب13%، فأنا عايزة رقم يكون بينهم. الواحد 75 أعلى من السي فغلط، 76% ما بينهم مظبوط، 10% أقل، 2.76 أعلى، فأنا عايزة رقم يكون ما بينهم، فالإجابة عندي هتكون ب. ماشي. سؤال 53. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. تبع لجهود الاختزال القياسية، هو طبعا هخليهم كلهم جهود أكسدة موجب 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 موجب. تمام. نرتبهم بقى. أول حاجة طبعا عندي مغنيسيوم، بعديه خرس. على فكرة الواحد يعني انتوا من كتر الحل هتحفظوا أصلا الترتيب على طول من غير ما توجعوا دماغكم، يعني هتكونوا حافظين الترتيب على طول من غير ما تحتاجوا للسلسلة. أي من مال يمكن أن يختزل أيون المنجنيز موجب 3 الأيون المنجنيز موجب 2 ومديني جهد ليه. هو عايز اللي يختزله، يعني كده عايز فلز فوقه، عشان احنا عارفين اللي فوق بيختزل لتحت. هو مديني جهد المنجنيز ب1.29 فانا هشوف مين فوقه من الجهود اللي معايا دي، فانا هلاقي الرقم بتاع المنجنيز ده في النص ما بين المغنيسيوم والخرسين. المغنيسيوم بكام؟ المغنيسيوم ب2.375 والخرسين ب7.62 والمنجنيز ب1.29، يعني بيكون هنا بينهم 1.29 علشان الرصاص 1.26 أقل، والحديد 409 برضو أقل، فالمنجنيز ما بينهم على طول، فهيكون مين اللي يقدر اللي فوق على طول؟ هيكون المغنيسيوم فقط. 54. إذا كان جهد اختزال أيونات الكروم بيساوي 74 فولت وجهد اختزال أيونات النيكل ب25، فإن الفلز الذي يمكن استخدامه كوعاء لحفظ أيونات الكروم ولا يمكن استخدام معلقة منه لتحليل أيونات النيكل لهم جهد اختزال. ماشي، هخليهم طبعا جهود أكسدة موجب وموجب، فكده هيكون ترتيبهم كروم، بعدين
نيكل. فهو عايز الفلز اللي يمكن استخدامه كوعاء عشان يحفظ ايون الكروم، يبقى كده لازم يكون اقل نشاطا من الكروم يعني تحته. وقال لك برضو ان لا يمكن استخدام معلقه منه لتحريك محلول من ايونات النيكل، يعني هو فوق النيكل، فهو هنا يعني فوق النيكل اعلى منه نشاط. فكده انا عايزه ايه؟ نشوف بينهم يعني حاجه بينهم. الكروم كام؟ الكروم 74%، والنيكل 25%. فانا عايزه رقم بينهم. الف واحد، لا واحد اعلى. 40% ماشي بينهم. 8 اقل. 4 طبعا انا هحولهم دول للجهود، يعني ده هيكون بالسالب وده هيكون بالسالب، فهيكونوا تحت قوي فغلط. الإجابة هنا ب. سؤال 55. بسم الله. المعادلات التالية تعبر عن تفاعل نصفي لخلية كهربائية، فإن تفاعل الأكسدة الغير تلقائي. مديني جهود اختزال. جهد اختزال النيكل هيكون تحت أعلى، وجهد اختزال الكادميوم فوق. هو عايز تفاعل الأكسدة الغير تلقائي. طب تمام، احنا عندنا الكادميوم فوق يعني انود، والنيكل تحت يعني كاسود، يبقى الكادميوم بيحصل له أكسدة والنيكل بيحصل له اختزال. بس هو عايز ايه بقى؟ هو عايز الغير تلقائي، يعني النيكل هيكون انود والكادميوم هيكون كاسود. النيكل هيحصل له أكسدة والكادميوم هيحصل له اختزال. شوف الاختيارات. احنا طبعا هنختار القوة الدافعة الكهربائية تكون سالبة، يعني هو عايز جهود أكسدة. جهود الأكسدة بيكون بالسالب، يعني هستبعد ألف وهستبعد د. فالإجابة عندي يا ب يا ج. في ب حصل للنيكل أكسدة، هو عكس الإشارة، فتمام مظبوط. فالإجابة عندي ب. 56. جهد أكسدة أفضل عامل مختزل. أفضل عامل مختزل يعني أفضل واحد يحصل له أكسدة، يعني هختار أعلى أكسدة. مين هنا أعلى أكسدة؟ ب. شوف سؤال 57. جهد خلايا جلفانية مكونة من عنصر إكس وقطب الهيدروجين القياسي 280 من 1000، وتجه حركة الإلكترونات من إكس للقطب الهيدروجين القياسي. يعني الإلكترونات بتتحرك من إكس للهيدروجين، يبقى كده إكس يسبق الهيدروجين في السلسلة. ماشي. والجهد ما بينهم يساوي 28 فولت. 280 فولت. ماشي. ومديك الجهود ليهم، وقالك جهد خلية تانية من إكس وواي، ومدينا جهود 2.95 من 1000. يعني كده واي تحت عشان هو كده الرقم كبير وأبعد. عند وضع عنصر واي في محلول العنصر إكس، فعايز يحسب ايه؟ فإن جهد الخلية من واي وقطب الهيدروجين القياسي، فهو عايز يحسب من دول قطب خلية من واي وقطب الهيدروجين القياسي. هنجيب اي ام اف. ماشي. هتكون 2 هنطرحهم من بعض، يعني ناقص 28%. هيطلع معانا كام؟ 2.95 ناقص 28%، هيطلع ب1.815 فولت. الإجابة عندي ج. سؤال 58. مسهل. خلية كهروكيميائية جهد اختزال قطبها كما يلي. مدينا جهد اختزال للمغنيسيوم والنحاس. جهد الاختزال للنحاس عندي أكبر من المغنيسيوم، يعني هيكون المغنيسيوم فوق والنحاس تحت. ماشي. واحنا حفظنا الكلام ده اصلا، يعني خلاص سهل. ومدينا معادلة فيها المغنيسيوم بيحصل له أكسدة والنحاس بيحصل له اختزال. معادلة مظبوطة وتفاعل تلقائي عادي جدا، يعني استبعد ج واستبعد د. نحسب بقى القوة الدافعة الكهربية. جهد اختزال الكاثود ناقص جهد اختزال الأنود، يعني 34 من 100 ناقص -2.87، هيدينا 34 من 100 ناقص 2.87، 3.21 فولت. فالإجابة عندي هتكون ب. سؤال 59. باستخدام التفاعلات التلقائية التالية. هنا عايز التفاعل التلقائي، بس نرتب العناصر الأول كده. الكروم كان ب0 بقى بموجب 3، يعني كده الكروم أنشط من الكوبالت. ماشي. يعني حصل له أكسدة، والكوبالت حصل له اختزال. هنا الكوبالت حصل له أكسدة والرصاص حصل له اختزال، يعني الكوبالت أنشط من الرصاص. ماشي. والحديد هنا حصل له والحديد هنا حصل اختزال وأكسدة للكروم، يعني الكروم أنشط من الحديد. هنا الكروم حصل له أكسدة والحديد حصل له
اختزال اي حاجة تالية يتم فيها تفاعل بشكل تلقائي. احنا نرتب الاول، احنا عندنا الكروم انشط، بعديه الكوبالت، لا بعديه الحديد معذرة، بعديه الحديد، بعديه الكوبالت، بعديه الرصاص. فهو بيقولك عايز تفاعل يحدث بشكل تلقائي، كوبالت مع حديد تلقائي، لا حصل هنا العكس فغلط. حديد وكروم حصل برضو العكس، كروم ورصاص ايوه صح. ليه بقى؟ علشان الكروم هيكون انود والرصاص هيكون كاثود، والكروم هيحصل له اكسده والرصاص هيحصل له اختزال. مظبوط. رصاص وكوبالت لا غلط، المفروض العكس. فالاجابه عندك كده هتكون ب. سؤال 60. عند ضرب المعادلات التاليه في 2، هضرب هنا في 2 في 2 في 2 في 2، فان طبعا ده بيحصلهوش حاجه لو ضربته في 2. يعني زي ما فاكرين حته مثال قلت لكم هزود جهد القطبين، هل كده القوه الدافعه هتزيد؟ فقلنا لا ما بتزيدش، بتفضل. نشوف سؤال 61. من تفاعلات الاكسده والاختزال التاليه بيقول لك هنا مين الفلزات التي لا يمكن ان يكون انود مع باقي الفلزات الاخرى. ارتب الفلزات دي الاول. هنا الاكس طرد الواي، يعني الاكس اكثر نشاطا من الواي، وهنا الدبليو طرد الزد، يعني يبقى كده الدبليو اكثر نشاطا من الزد، وهنا الواي طرد الدبليو، يعني الواي اكثر نشاطا من الدبليو. نرتبهم بقى، اكس بعديه واي بعديه دبليو بعديه زد. هو عايز الذي لا يمكن ان يكون انود. طبعا الزد هو اللي عمره ما هيكون انود، على طول هيكون كاثود عشان هو اللي تحت خالص، فالاجابه عندي د. سؤال 62. الشكل المقابل يوضح خلية جلفانية احد نصفيها هو قطب الهيدروجين. عندنا هنا الحديد بيسبق الهيدروجين في السلسلة، يعني الالكترونات هتمشي من الحديد هتروح للهيدروجين اللي هو من الحديد اللي هو الانود للهيدروجين اللي هو الكاثود. يعني اي ما يعتبر عبارة صحيحة بعد غلق الدائرة الكهربية. تتحرك الالكترونات من قطب الهيدروجين، لا مش تتحرك من، تتحرك الى. يعمل قطب الهيدروجين كانود، لا قلنا ككاثود. تتأكسد جزيئات الهيدروجين، لا هو كاثود يعني تختزل ايوناته فغلط. تزداد قيمة البي اتش، ايوه صح عشان ايونات الهيدروجين هتختزل يعني هتتصاعد، يعني كده تركيز الهيدروجين هيقل، يبقى البي اتش ليه هتزيد. الإجابة عندي الصح هي د. ثانيا، في الخلية الجلفانية السابقة أي من التغيرات التالية تتوقع حدوثها في نصف خلية الحديد بعد غلق الدائرة الكهربية. بيقولك في خلية الحديد هيحصل ايه بعد ما تقفل الدايرة؟ طبعا الحديد هيحصل له أكسدة وهتزيد تركيز أيونات الحديد، يبقى تركيز أيونات الحديد هيزيد. نشوف الاختيارات. تزداد تركيز أيونات الحديد، أيوه صح، فالإجابة عندي هتكون ألف. الباقي ده غلط. 63. قامت مجموعة من الطلاب بدراسة الخلايا الجلفانية الموضحة بالشكل المقابل، فتوصلت أثناء سير التجربة إلى حقيقة مفادها أن هنا طبعا النحاس هيكون أنود عشان هو قبل الفضة يسبق، وهنا ده الفضة هتكون كاثود، فكده الإلكترونات هتمشي من النحاس للفضة. نشوف الاختيارات. التيار الكهربي يسري في الدائرة الكهربية من قطب الفضة، لا يسري إلى. اللون الأزرق المحلول هيختفي، لا اللون هيزيد علشان النحاس هو الأنود فيحصل له أكسدة، فتركيز أيونات النحاس هتزيد فاللون بتاعه هيزيد. غلط. تركيز كاتيونات الفضة يزداد في نصف الخلية، لا الفضة هيحصل له اختزال وهيترسب وتركيزه هيقل. تتجه الأنيونات خلال القنطرة الملحية إلى نصف خلية النحاس، أيوة طبعا عشان احنا عارفين إن الأنايون يتجه نحو الأنيونات. الإجابة عندي هتكون د. سؤال 64. خلية جلفانية مكونة من اكس واي، كان اتجاه مرور التيار الكهربي في الدائرة الخارجية من واي إلى اكس، وكان اتجاه التيار الكهربي في الخلية الجلفانية المكونة من واي وزد من زد لواي، فإن ترتيب الأقطاب اكس واي زد حسب قوتها كعوامل مؤكسدة. تمام. بيقولك مرور التيار كان من واي لإكس، يعني واي أنود واكس هيكون كاثود، واتجاه التيار في الخلية واي وزد يعني من واي لزد، يعني كده من اتجاه التيار من زد لواي، يعني كده زد ده انود وواي هو هيكون الكاثود، يعني كده هيكون الترتيب زد واي اكس، فهو يعني كده هيكون
زد انشط من واي. تمام، هو عايز الترتيب بقى حسب اقوى عامل مؤكسد. طبعا اقوى عامل مؤكسد بيكون اللي تحت خالص، يعني هيكون اكس، بعدين هيكون واي، بعدين هيكون زد. يبقى الاجابه هتكون عندك اكس واي زد اللي هي الاجابه ب. سؤال 65. العباره الصحيحه لا تنطبق على التفاعل التلقائي الاتي. هنا الالومنيوم حصل له اكسده، كان صفر بقى موجب 3، والنيكل حصل له اختزال لايوناته، يعني كده ترتيبهم الومنيوم بعدين نيكل. هو بقى عايز التفاعل التلقائي اللي هيحصل هنا. طبعا اللي حصل ان هنا هيكون خلية جلفانية، والخلية الجلفانية، طب اشمعنى اللي قلت خلية جلفانية؟ عشان التفاعل حصل طبقا لترتيب السلسلة، ان الالومنيوم كان انود وحصل له اكسدة، والنيكل كان كاثود وحصل له اختزال، فجهد التفاعل قيمته سالبة، لا المفروض تكون موجبة. الالومنيوم يميل لاكتساب، الالومنيوم ده اللي هو الانود فحصل له اكسده فيميل لفقد الكترونات مش اكتساب، فغلط. ايونات النيكل تقوم بدور العامل المؤكسد، صح، عشان بيحصل لها اختزال. الاجابه هتكون ج. سؤال 66. جميع القوانين التاليه تستخدم لحساب قوه دفع الكهربائي. عندنا 3 قوانين: جهد اكسده الانود، جهد اكسده الكاثود، جهد و2 اختزال، جهد اختزال الكاثود، وقلنا بنبدا بالكاثود، وعندنا 2 جهد اكسده، جهد اكسده الانود زائد جهد اختزال الكاثود. جهد اختزال الانود ناقص جهد اختزال الكاثود، لا المفروض العكس، الاجابه تكون عندي د. 67. الجدول التالي يوضح جهود التأكسد القياسية لبعض العناصر. اول حاجه نرتب طبعا اعلى جهد اكسده هو الالومنيوم، بعديه الخرسين، بعديه النيكل، بعديه الفضه. تمام، نشوف الاختيارات. ساق ألمنيوم في محلول نترات الألمنيوم، وساق فضة في محلول نترات الفضة. يعني كده نطرح جهد أكسدة الألمنيوم ناقص جهد أكسدة الفضة، يعني كده هنطرح 1.67 ناقص 8/10 هيدينا 2.47. هو طبعا عايز يقولك اعتمادا على هذه القيم اي من انصاف الخلايا القياسيه التاليه تشترك معا في خليه لانتاج قوه دفع كهربيه، هو عايزها تكون 1.44%، ف2.47 دي تكون غلط. ساق خرسين في محلول نترات الخرسين، وساق نيكل في محلول نترات النيكل. طبعا هنطرحهم برضو من بعض، جهد اكسدة الانود ناقص جهد اكسدة الكاثود. بس هنا اصلا الخرسين ب76%، ودي 23%، عمرهم اصلا ما يطلعوا لي 1.44%، فغلط. ج. ساق نيكل في محلول نترات نيكل، وساق ألمنيوم في محلول نترات ألمنيوم، نطرحهم من بعض، جهد أكسدة الأنود بتاع الألمنيوم ناقص جهد أكسدة الكاثود بتاع النيكل، يعني هطرح 1.67 ناقص 23 هيطلع لي 1.44 مظبوط، والإجابة عندي ج. سؤال 68. بسم الله. مستعينا بمسلسلة الجهود الكهربية، أي من أزواج الفلزات في الجدول التالي تعطي أكبر قيمة ل EMF عند توصيلهما معا كأقطاب للخلية الجلفانية؟ من السلسلة طبعا هتلاقي ان العناصر دي أعلاهم هيكون المغنيسيوم، بعديه هيكون الخرسين، بعديه النحاس، بعديه الفضة. يعني كده أكبر قاف د كاف قوة دفع كهربية هتكون بين المغنيسيوم والفضة اللي هو دي، فالإجابة هتكون باء. 69. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. استخدم الخلايا التالية في الإجابة عن السؤال التالي: أي مما يلي يؤثر في الجهد القياسي؟ عايز مين في الاختيارات مش هيأثر في جهد الخلية؟ بس في الأول كده احنا عندنا النيكل بيسبق النحاس، يعني كده النيكل هيكون أنود والنحاس هيكون كاثود، فهو عايز حاجة ما تأثرش في الجهد اللي هيطلع لي هنا. نشوف الاختيارات. استبدل قطب نيكل بقطب اخر له جهد اكسده اعلى منه، لا هيأثر كده. انا كده هجيب عنصر اعلى، يعني الفرق هيزيد، فالقاف د هتزيد، فلا هو عايز حاجه ما تأثرش. استبدال قطب نيكل بقطب اخر برضو نفس الكلام، هو عايز حاجه ما تأثرش. زياده كتله الاقطاب مظبوط، انا قلت لكم لما نزيد كتله الاقطاب ان شاء الله يكونوا 20 جرام برضو مش هيأثر على القاف د كاف، فالاجابه هتكون عندي ج. شوف سؤال 70. في المعادلتين التاليتين هنا مديني جهود اختزال، هنخليهم جهود اكسده بالموجب ونرتبهم كده، هيكون الاعلى هيكون بي فوق وايه تحت. هو عايز يعرف اللي هيحصل لما نضيف مسحوق الفلز ايه للمحلول ده. طبعا مش هيحصل حاجه،
ليه؟ عشان الايه اقل اصلا في النشاط والبي هو الاكثر نشاطا، فمش هيحل محله، فكده الاجابه هتكون د لا تتغير حاله المركب بي سي ال. نشوف سؤال 71. اذا كانت جهود الاختزال القياسيه للفلور والبروم هي كده على الترتيب، فان جهد التفاعل التالي بوحده الفولت. مديني جهد الاختزال للبروم والفلور، هرتبهم. هنا طبعا عندي البروم اعلى من الفروم من حيث جهد الاكسده عن البروم، بعدين الفلور. هو عايز جهد التفاعل في المعادلة دي. الفلور طبعا كان صفر بقى سالب واحد، والبروم كان سالب واحد بقى صفر، يعني الفلور حصل له اختزال يعني هو كاثود، والبروم حصل له اكسده يعني هو انود. عشان نحسب بقى جهد التفاعل هنقول جهد اختزال الكاثود ناقص جهد اختزال الانود. 2/8 ناقص 1.7 2/8 ناقص 1.7 هيطلع بيه 1.8. إجابة ب. سؤال 72. حول ولا قوة إلا بالله. عند توصيل الدائرة الكهربية في الخلية الجلفانية بالشكل التالي. هنا طبعا الإلكترونات ماشية من واي لإكس، يعني عندك واي عبارة عن أنود وإكس عبارة عن كاثود. بيقولك ما العبارة التي تصف ما حدث في الخلية. تمام. كتلة القطب إكس. كتلة القطب إكس هنا كان عندك إكس كاثود، يعني هيحصل له اختزال، فهتترسب أيوناته على القطب، يعني كتلته هتزيد. يبقى أنا كده هستبعد ب وهستبعد د، عندي تزداد وتزداد. طبعا كتلة القطب واي أنود حصل له أكسدة هتقل. معرفنيش برضو حركة الأيونات من واي لإكس، يعني الكأس واحد برضو معرفنيش. يبقى كده ال EMF طبعا هتكون بالموجب مش بالسالب، فالإجابة عندك ج. شوف سؤال 73. عند غمر فلز A في محلول الفلز B يشترط لحدوث تفاعل أكسدة واختزال بشكل تلقائي أن يكون جهد اختزال كل من A و B. هو عايز هنا يحصل تفاعل تلقائي، يعني أحط A في محلول B، يعني ال A لازم يكون أكثر نشاطا من ال B، فهو عايز جهود اختزالهم، فأنا هختار جهد A يكون أكبر، بس خليهم الأول يعني كده إيه جهود أكسدة. ففعلا هنا عندي إن ال A أكبر من ال B، فمظبوط عندي كده الإجابة ايه، عشان يعملوا تفاعل ليا تلقائي وجهد الاكسده بتاع الايه اكبر من جهد الاكسده بتاع البي. الاجابه عندي الف. سؤال 74. A و B عنصران جهد تأكسدهما على الترتيب -4/10 وسالب 6، كل منهما ثنائي التكافؤ. اختر من الجدول التالي ما يعبر بشكل صحيح عن الخلايا الجلفانية المتكونة منهم. هنا مديني جهد أكسدة لل A و B، والبي أكبر من ال A، يعني كده البي انود والايه كاثود. فانا عشان احسب الاي ام اف هطرح اللي هي القوه الدفع الكهربيه، هطرح جهد الاكسده بتاع الانود ناقص جهد الاكسده بتاع الكاثود. يبقى كده الاي ام اف هتساوي 6/10 ناقص -4/10، طبعا هتطلع لي ب1 فولت. فعلى طول كده الاجابه عندي ج ويصدر عنها تيار كهربي. شوف سؤال 75. 4 أنصاف خلية مكونة من الفلزات RQB وفلز النحاس، كل منهما مغمور في محلول 1/10 مولر من أيوناته عند 25 درجة سلسيوس. تم الحصول عليها من عدة خلايا جلفانية. الخلية الأولى القطب السالب كان نحاس والقطب الموجب كان بي، فالخلية الأولى القطب السالب نحاس والقطب بي، يعني كده النحاس أنشط من البي. والخلية التانية نفس الكلام، الكيو أنشط من النحاس والآر أنشط من النحاس. نرتب بقى كده، أعلى واحد كان عندك الكيو بعديه الآر، الكيو بعديه الار، او العكس ممكن يكون الار بعديه الكيو. بس هما انشط اتنين، يعني بعديهم النحاس بعديهم البي. طب تعالوا بقى نشوف كده الاي ام اف عشان نعرف مين انشط، الار ولا الكيو. هنلاقي الفرق بين الار والنحاس اكبر ب1/10، 1.10 فولت، يعني كده انشط واحد الار، فهو ده كده هيكون الترتيب بتاعنا انشط واحد الار، فكده الار بعدين الكيو بعدين الار بعدين الكيو بعدين النحاس بعدين الإجابة د بعدين بي. شوف سؤال 76. بسم الله. 4 فلزات A B C D تم تكوين خلايا جلفانية بينها وبين نصف خلية الحديد، وكانت تتواجد في الجدول التالي. من الجدول A أنشط من الحديد، والحديد أنشط من B، وسي أنشط من الحديد، والحديد أنشط من D. نرتبهم بقى واحدة واحدة كده، نرتبهم واحدة واحدة. ماشي، أنا كده عندي A أنشط من الحديد، والحديد كده A أنشط من الحديد، والحديد عندي أنشط من B والدي، والسي أنشط من الحديد، يعني كده
انشط اتنين هما الاي والسي، بس قيمة الاي اكبر، قيمة الاي عندي اكبر من السي، يعني كده الترتيب ايه، بعدين سي، بعد كده الحديد، بعدين الدي، بعده البي، يبقى كده ايه سي الحديد دي بي. فهو عايز اللي جهد اختزاله اقل، طبعا هيكون الايه، فالاجابة عندي الف. شوف سؤال 77. 4 عناصر x y w z، كان جهد اختزال للW بموجب 1 والإكس سالب 3 وجهد أكسدة للزد بسالب 2 والواي بموجب 2. طبعا خليهم هنا كلهم جهد أكسدة، يعني ده هيكون بسالب 1 وده هيكون بموجب 3 والزد والواي كده كده جهد أكسدة. هو عايز العبارة الغلط، نرتبهم الأول. أعلى حاجة عندنا كانت الإكس، بعديها الواي، بعد كده الدبليو، بعد كده الزد. يمكن أن يحل العنصر إكس محل أيونات دبليو. أيوة صح عادي عشان بيسبقوا. هو عايز العبارة الغلط. ق د ك القوة الدافعة الكهربية المكونة من دبليو زد أصغر من إكس وواي. أيوة طبعا صح عشان البعد أكبر. يمكن تخزين محلول يحتوي على أيونات إكس في وعاء من الواي. أيوة صح عشان الواي أقل النشاط فمش هيقدر يحل محله. أقوى عامل مختزل هو زد. لا، أقوى عامل مؤكسد هو أيون الزد. أقوى عامل مختزل هو الزد، وأقوى عامل مؤكسد هو أيونات الإكس. هو كده تقريبا عكس، هو أقوى عامل مؤكسد هو أيونات الزد، وأقوى عامل مختزل هو الإكس، هو عكس. فالإجابة عندك اللي هو عايز العبارة الخطأ. سؤال 78. ادرس الخلايا الجلفانية. هنا الواي أكثر نشاطا من الإكس، أكثر نشاط من الإكس، الواي أكثر نشاط من الإكس، والإكس والإتش هنا بيسبق، الإتش هنا بيسبق الإكس، وهنا الزد طرد الإكس يعني أعلى منه. فترتيبهم كده أعلى واحد في القوة الدافعة الكهربية. هو كان أعلى حاجة أصلا كان بين القوة الدافعة الكهربية كانت بين الإكس والزد، يعني الزد كده فوق خالص، بعد كده واي، وهنا طبعا كان الاتش، وهنا الإكس. هو عايز بقى القوة الدافعة الكهربية بين الخلية زد وواي، فهطرح كده الاي ام اف بتاعت الزد والاكس، لا بتاعت الرقمين دول ناقص بتاعت الزد. يبقى انا كده هقول 44 زائد 8 ناقص 51 ميلها على الآلة. 44 زائد 8 ناقص 51 طلعت لي 32 فولت. الإجابة عندي 1000. نشوف السؤال 79. الجدول التالي يوضح قيم الجهود القياسية. هنا عندي الايه جهد اختزال وبي جهد اكسدة، عشان ارتبهم هخليهم الاتنين جهودهم زي بعض، فهخلي ايه جهد اكسدة بالموجب، يعني كده بي فوق وايه تحت. في المعادلة اللي هنا ايه حصل له اختزال وبي حصل له اكسدة مظبوط، يبقى كده بي فوق وايه تحت كمان مظبوط، يعني كده تفاعل تلقائي عادي، تفاعل كده تلقائي عادي. ما هو المعادلة فعلا حصل هنا اختزال للايه، يعني ايه ده كاثود، وحصل اكسدة للبي يعني بي انود والبي فوق وايه تحت، فكده مظبوط، فتفاعل تلقائي عادي. فانا كده هستبعد ج ودال، وطبعا الاي ام اف موجب، فالاجابة هتكون عندي بالالف. ماشي نشوف سؤال 80. ادرس الاشكال التالية ثم تخير الاجابة الصحيحة. اول خلية عندي هنا الالكترونات ماشية من الايه للنيكل، يعني كده ايه انود والنيكل كاثود، يعني الايه انشط من النيكل. والخلية التانية الالكترونات ماشية من النيكل للبي، يعني كده النيكل انود والبي كاثود، يعني كده النيكل انشط من البي. في الخلية التالتة الالكترونات ماشية من السي رايحة للنيكل، يعني كده السي انود والنيكل كاثود، يعني كده السي انشط من النيكل. والخلية الرابعة الالكترونات ماشية من النيكل رايحة للدي، يعني النيكل انود والدي كاثود، يعني كده الدي النيكل انشط من الدي. نرتبهم بقى واحده واحده كده. الاي والسي انشط من النيكل يعني هما فوق، والقوه الدافعه كانت للاي اكبر، يعني كده هي اعلى حاجه، يعني كده ايه بعد كده سي بعد كده النيكل.
وبعد كده الدي، بعد كده بي، بعد كده دي، بعد كده بي، A C. تعالوا نشوف بقى الاختيارات. A، بعد كده C، بعد كده النيكل، بعد كده دي، بعد كده بي. فالإجابة عندي هتكون ألف. شوف سؤال 81. تفاعل 2 في 10⁻³ مول من الفلز M عند 25 درجة سيليسيوس مع وفرة من حمض الهيدروكلوريكي المخفف، فتصاعد 44.8 سنتيمتر مكعب من غاز الهيدروجين. قال معادلات التالية تعبر عن هذا التفاعل تعبيرا علميا صحيحا. هو عايز التفاعل الصح. اول حاجه كده انا هستبعد ب ود. ليه؟ عشان دول هيدروجين وانا بصاعد غاز، دول كده هيدروجين وانا بصاعد غاز، فانا مش عايزه هيدروجين، انا عايزه الغاز. فانا كده هستبعد ب ود. نحسب بقى. انا معايا 2 مول، 2 ام هنا ماشي، و2 وغاز الهيدروجين. تمام، تعالوا نحسبها. انا كده معايا 2 ام وقدامها غاز الهيدروجين، هي طبعا هنا 2 مول، ودي 22 لتر. الاتنين مول عندي كانوا ب2 في 10⁻³ فانا عايزه اعرف دي بكام. فانا هحسب اكس، هضرب طرفين في وسطين، 22 في 2 في 10⁻³ على 2. المفروض يطلع لي 44.8. بس هو طالع لي الرقم ده 224 من 10,000. 224 من 10,000. فلا، المفروض كده غلط. يبقى كده الإجابة عندي جيم. بس تعالوا نحسبها. أنا هشيل الاتنين دي وهشيل الاتنين دي كمان، وهتكون واحد، هتكون واحد عادي. واحد نحسبها بقى. 22 في 4 في 2 في 10⁻³ على 1. طلعت بالرقم ده 448 من 10,000. بس طبعا انا هحولها اللتر فهتطلع ب44.8. فالإجابة عندي ج مظبوطة. سؤال 82. إذا علمت أن جهود الأكسدة القياسية للنحاس والذهب والمغنيسيوم هما كده، نرتبهم. أعلى حاجة طبعا عندي المغنيسيوم، بعديه النحاس، بعديه الذهب. فهو عايز التفاعل اللي مش بيحصل تلقائي. هنا النحاس يختزل الذهب، ان هنا النحاس يختزل والذهب يتأكسد. لا طبعا كده غير تلقائي، فتمام مظبوط. يبقى ده اللي عندي. ب صح، ده تلقائي ان النحاس حصل له اكسده والذهب حصل له اختزال، فمظبوط. هنا المغنيسيوم حصل له اكسده مظبوط، والذهب حصل له اختزال، ده تلقائي يعني. والنحاس هنا حصل له كان اختزال، والمغنيسيوم اللي حصل له اكسده مظبوط. فدول كلهم كده تلقائي. وعايز تفاعل غير تلقائي، فالاجابه عندك الف. سؤال 83. 3 عناصر X Y Z لا يمكن استخدام X كوعاء لحفظ محلول يحتوي على ايونات Z، وعند غمس ساق من X في محلول يحتوي على ايونات Y لا يحدث تفاعل. اي مما لا يعد صحيح بالنسبه للتفاعل التالي الحادث في احدى الخلايا الكهروكيميائيه. بيقولك ما ينفعش استخدم X كوعاء، يعني X انشط من الZ. بيقولك لما غمسنا الإكس في الواي ما حصلش تفاعل، يعني كده الواي اكثر نشاطا منها. يبقى كده الترتيب واي اكس زد، وهنا فاعل الزد مع الواي، يعني كده زد يحصل له اختزال وواي يحصل له اكسده. بس كده حصل العكس، ان الزد هو اللي حصل له اكسده والواي هو اللي حصل له اختزال، يعني ده تفاعل غير تلقائي واشاره سالبه. فالاجابه عندنا هتكون د. شوف سؤال 84. هنا ده طبعا هنا جهد مديني هنا جهد اكسده للنيكل، مديني هنا جهد اكسده للنيكل وجهد اختزال للفضه. النيكل هنا حصل له اكسده والفضه حصل له اختزال. نحسب القوة الدفعة الكهربية بينهم عادي. هجمع الرقمين، سؤال سهل. 23/100 زائد 8/10 هتطلع لي ب1 و3/100. طبعا الخلية جلفانية، فالإجابة ب. شوف السؤال اللي بعده. الله، أخيرا خلصنا الحمد لله. يعني بصراحة اللي وصل معايا للسؤال ده يعني أحييه والله. بس أنا عارفة إن نصكم موصلش أصلا للسؤال ده، بس اللي وصل يعني أحييه بصراحة. كده خلصنا الأسئلة بتاعت درسنا النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا مني، واشوفكم في المحاضرة الجاية. يلا، السلام عليكم.